كهرباء الإسماعيلية بعد هذه الخسارة في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط لا غير. بداية التسجيل والتهديف اسيست من محمد هاني، الباك اليمين يحرزها الباك الشمال كوكا على يسار حارس مرمى فريق كهرباء الإسماعيلية محمد هجرس، معلنا عن هدف التقدم في الدقيقة 17. ياسين مرعي قلب الدفاع يضاعف النتيجة في الدقيقة 36 وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لا شيء. محمد شريف يؤكد التقدم عن طريق هدف ثالث في الدقيقة 50 ويتفوق الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم ينتفض كهرباء الإسماعيلية عن طريق البديل محمد أوناجم النجم المغربي، نجم الأسبق لفريق الزمالك، النجم الحالي لفريق كهرباء الإسماعيلية، يسجل هدف تذليل الفارق، الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية بعد مجهود فردي من مامادو سيلا، ويسجل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57. ثم يحدث عصام الفيومي المفاجأة بهدف ثاني من تسديدة قوية جدا على يسار محمد الشناوي في الدقيقة 69. وظن الجميع أن ربما كهرباء الإسماعيلية تحدث المفاجأة، ولكن بن شرقي يحبط محاولات كهرباء الإسماعيلية بهدف في منتهى الجمال، ضربة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة في الدقيقة